المال الحلال اهو، شقاية وتعب اهو. اللهم صل على النبي. شايفين صينية الجلاش وجمالها، ولا صينية المكرونة، ولا حلة الصلصة؟ ده فطار 23 رمضان. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ احنا متابعين عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة يوميات بوس، انا بوس نجمة اليوتيوب. هنحضر مكرونة بشاميل وصينية جلاش. فطار 23 رمضان. يلا سموا صلاة على الرسول. نبتدي في اول خطوة ونعصج اللحمة. معانا فلفل رومي احمر اخضر، عايزه تحط حاجه حسب الرغبه، وبصل وتوم. تضربهم بقى في الخلاط او في الكبه زي ما انت عايز. وتوابل تعصيجة اللحمه، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره من البهارات السبعه، معلقه صغيره او اقل من معلقه صغيره آه، اللهم صل على النبي فلفل اسمر، ومعلقه صغيره سكر. فايده السكر بتساعد على استكة اللحمه ان هي تستوي بسرعه. واهم حاجه بتحط معلقه سمنه بقى بلدي او زبده او سمنه نباتي، وبتدي للحمه صدمه الاول. وبعد ما بتديها صدمه بتحط عليها بقى الخضار والتوابل والبصل. البصل والثوم انا عاملاهم في الخلاط. حلو الكلام، حلو الكلام. وتحطي معاهم طبعا ورق لورا وحبهان. وطبعا الحبهان بتفتحيه وبتشفيه من الحنفيه الاول، هو والورق اللورا. بالنسبة للحمة المفرومة احنا بنحط فلفل اسمر بودر، انما لو هتسلقي لحمة بتحطي فلفل اسمر حبوب. لو حطيتي بودر هيغمق الشرب. حلو الكلام، حلو الكلام. ما شاء الله الريحة طالعة تحفة. يا سلام يا سلام على نجمة اليوتيوب، متألقة في فيديوهاتها. يا احنا متابعين، حطوا اللايك. حطوا اللايك، اللايك ما بيك... حطوا اللايك، اللايك ما بيكهربش والتعليق ما بيخوفش. وانت بعديها كده ارمي اللايك. نسيبها كده بقى على النار تاخد تدي بشكل ودي. وبعدين نعمل ايه؟ البشاميل. انا كنت شايله شويه بشاميل في الفريزر. هزود مج دقيق ومج لبن، وهحط مجين ميه. وتحطي طبعا شويه فلفل اسمر صغيرين، وشويه كمون وشويه ملح. ده المج الاولاني، ده المج التاني. نضربهم كده ضربه كده كويس. انا عشان كان عندي شويه بشاميل فانا هزود مج لبن، مج دقيق، مجين ميه. انما لو انت ما عندكيش بشاميل يبقى 4 مجات لبن، 4 مجات ميه، ومجين دقيق. وتحطي حتتين جبنه نستو، وتحطي وش اللبن. تكوني كده محوشه كده وش اللبن. او لو مش عندك وش اللبن ممكن تحطي كريمه خفق، او ممكن تحطي معلقتين كبار قشطه. حطهم كده على النار. اما حاجه يتدوبوا على البارد. يعني ايه على البارد؟ يعني ما تكونيش انت مشغله النار. وبعد ما تدوبيهم، لو في اي حاجه، طبعا البشاميل اللي شغاله بيه طبعا في تلج، فانا لما يفك كده هشغل عليه النار. لما تشغلي عليه النار، لما تصلي على النبي، شايفين اللحمه وجملها؟ لما تبقي تشغلي عليه النار ايديك ما تتشالش بالتقليب، وتقلبي البشاميل بمضرب يدوي، مش مضرب كهرباء. لما صلى على النبي. يعني دي هو بنقلب البشاميل. مقادير صينيه البشاميل، الصينيه الواحده 1.5 كيلو مكرونه قلم، و 3 مجات لبن، 3 مجات ميه، مجين دقيق، قطعتين جبنه نستو، آه كريمه خفق لو متوفره عندك، وممكن تحطي وش اللبن لو انت يعني محوشاه، او ممكن تحطي معلقتين كبار قشطه. ايدك متشش من التقليب علشان البشاميل ما يكلكعش. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي على الجمال والحلاوه. وطبعا بتحطي شويه ملح صغيرين وشويه كمون، وشويه فلفل اسمر بودر. يا احنا متابعين، شجعوا نجمة اليوتيوب. اللايك ما بيكهربش والتعليق ما بيخوفش. وانت بعديها كده ارمي اللايك. الاشتراك ببلاش، ما بندفعش كاش. يا ريت يا جماعة اللي يتابع قناتي ما ينساش الاشتراك واللايك. تقلبوا كده مع بعض كده تقليبه كده كويسة. لولا الحبايب لولا جينا.
اللهم صل على النبي. شايفين قوام البشاميل وجماله؟ ما شاء الله، حاجة كده عسل. يا ريت البشاميل لا تقال عن كده ولا تخفيف عن كده، عشان كده لسه هتغطيه وتسيبيه يبرد، ولما هيبرد البشاميل هيتقل اكتر من كده. ولسه كمان لما تدخلي الصينيه الفرن هنسمي دلوقتي بسم الله. والخطوه الثالثه ونسلق المكرونه. لازم طبعا ما تيجي تسلقي المكرونه بقى البشاميل، ما تحطيش في الميه زيت، احنا بنحط بس ملح. طبعا الميه لازم تكون بتغلي. واهم حاجه لما تيجي تطلعيها تشطفيها بميه من الحنفيه، وما تحطيش عليها زيت. لما تحط عليها زيت، لما تيجي تطلعي الخلطه بتاعه البشاميل هتقع منك، وكمان مش هتكون خلطه متماسكه. ما نحطش عليها زيت. بعد ما تطلعي المكرونه وتشطفيها، يا ريت تطلعيها نيه سيكه، يعني لا تطلعيها مستويه قوي ولا تطلعيها نيه قوي. اهم حاجه دلوقتي هنغلف المكرونه بالبشاميل. طب ايه فايدة الحركة دي؟ علشان لما اجي اكل مكرونة بشاميل، لما اجي اكل الخلطة مش عايزة احس ان المكرونة اللي انا باكلها مسلوقة. انا عايزة احس ان انا باكل مكرونة بشاميل في قلب بشاميل. هتاخدي كده حبة عشان ما شاء الله البشاميل وقوامه كريمي وحلو ازاي. هتقلبي المكرونة كده، انت طبعا هتحسي ان في بشاميل. سوري، انت طبعا هتحسي ان المكرونه بتاعتك احتاجت او يعني مش محتاجه. طبعا ندهن الصينيه سمنه، بتختاري اكبر صينيه عندك وتحطي شويه كده في الارضيه. لما تحطي شويه في الارضيه اعملي حسابك ان انت هتشيلي حبه لفوق وش الصينيه. اول حاجه هنحط المكرونه، وبعدين اللحمه بقى من النص. اهم حاجه بس ما تنسيش تشيلي كبشتين بشاميل علشان تغلفي وش الصينيه بيه. لما صلى على شايفين جمال والحلاوة. توزعي اللحمة في كل الصينية. دي حتة طالعة جميلة، شايف ما شاء الله لون اللحمة المعصجة جميلة ازاي. والله اللحمة المفرومة دي تتاكل حاف في المعلقة، مش محتاج اي حاجة خالص من جمالها وريحتها. يا احلى متابعين حطوا اللايك، شجعوا نجمة اليوتيوب. يا سلام على الجمال والحلاوة. ايه ده في كده والنبي؟ دي مش صينية مكرونة، دي لوحة فنية. لوحة فنية من ايد نجمة اليوتيوب. ما تخافيش المكرونة هتكفي، خير ربنا كتير والحمد لله. يا سلام على الجمال والحلاوة. في كده والنبي. شوفي ما شاء الله البشاميل متلحوس في الحلة ازاي. يا سلام، ده دليل ان انت غلفتي مكرونايه من البشاميل. ما شاء الله عليها. والله الصينية دي تعدي 5000 لايك. ما تسيبيش حاجة، احنا ما بنرميش حاجة. انا هاخد مكرونة. يا سلام وجمالها، يا سلام. اهم حاجه المكرونه لا طلعيها نيه قوي ولا طلعيها مستويه قوي. وبعدين بقى تسيبي حبه بشاميل. لما تيجي تغلفي المكرونه بالبشاميل، يا ريت تسيب حبه لفوق وش الصينيه كده. ودي طبعا حركه طبعا مهمه. ولما تيجي تشتغلي بالبشاميل في المكرونه، يا ريت ما تنسيش تشيلي منه كبشتين عشان نحط عليه كده. لا باش بقى اقول دلوقتي. يلا خمنوا بقى انا هعمل بيه ايه. علشان هحط عليه بيضة وشوية فلفل اسمر وشوية ملح وشوية كمون، وندهن فوق وش الصينية بيه عشان يعمل كده غلاف كده حلو. ممكن تستغني عن البيض والبشاميل وتحطي ميكس جبن مختلفة. تحطي كده جبنة موتزاريلا، تحطي شرايح جبنة رومي، شيدر. انا عن نفسي بحبها بالبيض والبشاميل. وما شاء الله ما فيش زفرة ولا اي حاجة. ما شاء الله، ما شاء الله على المكرونه البشاميل بتاعتي، جميله جميله جميله. لا وكمان لما جيت اقطعها الخرطه طالعه كده سليمه، مش بتقع كده منك. لو انت حطيتي في الميه زيت، او لو انت حطيتي على المكرونه بعد ما تستوي زيت، الخرطه عمرها ما هتثبت منك. فياريت ما تحطيش زيت.
احنا متابعين، شايفين الصينيه بتبظ وتلظ من البشاميل ازاي؟ اعملي كده بالشوكه هتدخلي كده كل حاجه. دي اكبر صينيه عندي. اللهم صل على النبي، زيد وبارك. ايه الجمال والحلاوه دي يا جماعه؟ الصينيه دي تتاكل نيه والله. يا احنا متابعين، شجاع نجمة اليوتيوب القمر. وبعد كده بقى نسوي بسم الله ونعمل جلاش. اهم حاجه قبل ما تبتدي تشتغلي في صينيه المكرونه الفرن يكون شغال على حراره 200. ندهن بقى ايه صينيه كده سمنه، ونحط بقى ايه الجلاش. ممكن تدهني ورقه، لكن انا عملت حاجه احسن. عملت هنا مجين لبن ساقع، وعليهم بيضه، ومج سمنه سايح. هو مش مج كامل يعني حوالي بتاع نصه كده. يعني لف يعني صينيه الجلاش الواحده بتاخد مجين لبن، بيضه، نص مج سمنه سايحه، وتحطي كمون وملح وفلفل اسمر. انا بقى وانا بعمل صينيه الجلاش دماغي لفت بقى ونسيت احط اللحمه. ما افتكرتش الا بعد ما قفلت. شلت حبه من الجلاش من فوق الوش وحطيت اللحمه، ورجعت حطيت الطبقات تاني. واحد والله ما بيبقاش يركز، مش عارفه ليه كده، واحد كده ما بيبقاش يركز. عارفه ده بقى يعني من كتر الشغل، ولا عشان مفيش وقت في شهر رمضان؟ بس دي الحمد لله افتكرت ان انا ما حطيتش اللحمه. ما شاء الله، احلى اكله صينيه جلاش ومكرونه بشاميل، ولا تقولي بقى لا طبيخ ولا حاجه. اهم حاجه الورقه الجلاش لما تكون مدلدله كده من الصينيه تتني من بره لجوه زي ما انا بعمل كده، ما ترميش حاجه. احنا ما شاء الله مش بنرمي حاجه. يا سلام، سلام على الجمال. شايفين برص الجلاش ازاي؟ برص على حسب الورقة اللي قبليها انت حطيتيها بأني زاوية، يعني بالطول بالعرض، حطيها يمين حطيها شمال. المهم ان الصينية تحفة. اهم حاجة بقى لما تيجي تقطعي الجلاش تحطي من تحت الصينية فوطة عشان متقعدش كده تجري منك. وقبل ما تسقي الجلاش بالسوائل اللي انا قلت عليها، يا ريت تقطعيه بالطول، وتقطعيه كده مربعات علشان الجلاش كله يشرب من السوائل. السمنه دي هتسيح، ما تخافوش من اي حاجه خالص. افتكرت بقى انا ما حطيتش لحمه، شلت على طول وحطيت لحمه. اللهم صل على النبي، يا جمالها. المال الحلال اهو، شقاية وتعب اهو. اللهم صل على النبي. شايفين صينية الجلاش وجمالها، ولا صينية المكرونة، ولا حلة الصلصة؟ ده فطار 23 رمضان. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي، مع السلامة.